السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهارده احكي معاكم في موضوع مهم جدا جدا لينا كلنا. تمام. من فترة انتشر ترند عن حد اسمه الدكتور صلاح او الشيخ صلاح زي ما الناس بتقول. تمام. انا هحكي لكم الموضوع بقى، سيبكم الناس اللي بتزيد الناس الحوارات والحاجات اللي زي كده. انا هحكي لكم الموضوع من حد اتعامل مع الشيخ صلاح، او في ناس معترضة على كلمة الشيخ الدكتور صلاح. تمام. انا اتعاملت معاه، بس قبل ما بحكي التجربه واحكي انا اتعاملت معاه هو مش شيخ، يعني انا مش في طريقه تجاريه اصلا ولا في يعني، بس انا اتعاملت معاه يعني كشخص اتعاملت معاه، فانا احكي يعني ايه اللي حصل. بس بدأنا احكي بوينت ليه علاقه بالموضوع ده، قصتين، 3 قصص. ماشي يا سيدي، من عندي واحده زياده. ماشي. من زمان، في الثمانينات والتسعينات، كان في مصر وفي الدول العربيه حاجه اسمها الفكر الوهابي المتطرف. مش الوهابي عموما، لا، الوهابي المتطرف، اللي هو يعني الناس اللي هي متشدده قوي، صعب قوي. تمام. الناس دي كانت بتعمل ايه يا معلم؟ كانت بتنزل مثلا، تلاقي مثلا واحده ماشيين مع بعض، ممكن يبقوا مخطوبين او عادي، تنزل ممكن تكسر الواد ده، ممكن تموته. تلاقي مثلا حد فاتح محل وبيشغل اغاني، ينزل يكسر له المحل. مش عارف، يمشي في السوق يلاقي حاجه مش عاجباه، الناس مثلا ما صلتش، يروح قافل لهم المحل ومكسر الشارع كله. كانوا بيمشوا بالشوم كده وحاجات زي كده. يعني المهم ده كان الفكر الوهابي يعني. تمام. سيبكوا من البوينت ده. الفكر الوهابي ده اتحارب ازاي؟ هقول لكم اتحارب ازاي مبدئيا. بس كان في مسلسل من كام سنه اتعمل في 2012. كان مين اللي عامل المسلسل ده؟ كان يحيى الفخراني. المسلسل ده كان اسمه الخواجة عبد القادر. الخواجة عبد القادر بتاع مين؟ يحيى الفخراني. المسلسل ده كان بيحكي عن ايه؟ ان كان في واحد بيشرب خمره وعايش حياته كلها عاوز ينتحر ومش لاقي معنى لحياته وعايز يعيد عن ربنا، وكل اللي شايفه عن الاسلام ان هو ارهاب، ناس متطرفه، ناس صعبه، الكلام ده كله يعني. فهو اصلا كان حد مش مسلم، يعني فكره الخواجه عبد القادر نفسه، يعني قبل ما كان يبقى عبد القادر. المهم، فعبد القادر راح اسوان وبتاع، مهم عارف حد من الطرق الصوفيه وبتاع، علمه ان طريق ربنا ده كله حب ومحبه وحاجات حلوه قوي قوي قوي. فالراجل ده عمل ايه؟ التزم بقى، اسلم بقى، يصلي بقى، يحب ربنا قوي، بيعمل حاجات حلوه. انت تشوف المسلسل، انا اصلا نفسي الاول ما كنتش يعني كنت بس هو مقطع، ما بحبش الصلاه قوي يعني بصراحه يعني. كنت بعيد عن الصلاه، بعمل غلطات كتير، بعمل حاجات وحشه كتير، وربنا يتوب علينا كلنا. فلما شفت المسلسل اتأثرت بيه، وحسيت من جوايا كده ان البني ادم فعلا لازم يحب ربنا. واكتشفت بقى حاجه، كل ما البني ادم بيحب ربنا اكتر لازمه بتقل. يعني انت لما تحب ربنا قوي، حب ربنا ده يغلب حب الشهوه جوه قلبك. تمام. ده طريق الحب. تمام. المهم، اللي كتب المسلسل ده كان اسمه عبد الرحيم كامل. تمام. بعد كده بفتره اتعمل مسلسل اسمه المسلسل بتاع جزيره غمام بتاع احمد امين، فاكرينه؟ فاكرينه، اللي هو الحمد لله، انا الحمد لله بتاع احمد امين. كان مسلسل حلو قوي. كان مسلسل بيعلمك انك انت تحب ربنا، وان الانسان يشتغل على نفسه ان هو يبقى انسان كويس واحسن حتى من الناس اللي حواليه وحشين وكده يعني. كان مين اللي كتب المسلسل ده؟ كان عبد الرحيم كمال برضه. تمام. كان في مسلسل اسمه الحشاشين بتاع كريم عبد العزيز. مين اللي كتب المسلسل ده؟ كان عبد الرحيم كامل. المسلسل ده كان بيعمل ايه؟ كان بيحارب الارهاب والتطرف. تمام معايا في الموضوع؟ ماشي، خليك معايا كمل الاخر. المهم، كان في برضك مسلسل اسمه ستهم بتاع مين؟ بتاع ناصر عبد الرحمن. كان في ياسين التهامي، وكان بيغني كده حتى في الانشوده ان البني ادم، ان طريق ربنا هو الحب، والبني ادم يبعد عن ربنا بيتعذب والحياه بتبقى صعبه ووحشه، لازم البني ادم يقرب من ربنا. يعني مسلسل حلو قوي، قصته حلوه قوي. تمام. المهم، اللي كاتب المسلسل ده كان واحد اسمه ناصر عبد الرحمن. مين ناصر عبد الرحمن ومين عبد الرحيم كمال؟ تعال بقى نعرف مين دول. بص يا باشا، وايه علاقتهم بالشيخ صلاح؟ تمام. اولا، الفكر المتطرف دوت، لما لقى ان في حاجات بتهاجم الارهاب وبتهاجم الفكر الارهابي وبتهاجم الفكر ده، وفي ناس كتير بقت تتابعها وناس كتير، فاهم قصدي؟ فلقوا ان الدنيا ايه هتفلت منهم، مش هيعرفوا مثلا يشجعوا الشباب على التطرف على الارهاب، لان انت محتاج ناس متشدده قوي، فاهم، تلعب في دماغهم عشان تخلي الناس تبقى ارهابيه او تبقى مش عارف يفجروا نفسهم او مش عارف يعملوا ايه. فلما الناس بتصدر فكره الحب والكلام ده كله، ابتدوا يبعتوا ناس للي هم الناس الكبيره قوي في الفكر بتاع الحب ده، بيطلع عليهم اشاعات، تبعت لهم ناس تعمل عليهم، تطلع عليهم حاجات وحشه، يطلعوا بقى اشاعات عليهم، يزق ناس عليهم، يدوا ناس عليهم. ليه؟ هم انت تسوق الصوت للناس دي، تدفع ناس بالملايين عشان يطلعوا يتكلموا وحش عن الفكر الصوفي او الفكر المحب، فاهم؟ طبعا طول الوقت تكفر فيه وتبدع فيه. ليه؟ لان ده الفكر اللي بيحارب الفكر الارهابي. ده الفكر لو انتشر مش هيبقى فيه ارهاب، مش هيبقى فيه فكر متطرف، فهم محتاجين ده. تمام. انا ما اعرفش الشيخ صلاح عمل ايه، وما اعرفش ايه الاحداث اللي حصلت، بس اللي اعرفه ان الشيخ صلاح كان استاذ عبد الرحيم كمال، استاذ ناصر عبد الرحمن، استاذ عمرو طاهر، هو الشيخ بتاعهم، هو اللي بيعلمهم الحب. واللي ده نشوف بقى المسلسلات ديت وتابعوا المسلسلات ديت واحكموا هل الناس ديت كانت بتنشر فكر غلط او مؤذي. ده فكر الشيخ، بعيدا بقى عن اي حد مثلا ممكن يقطع مقطع ويطلع يقول لك الشيخ كذا او بيعمل كذا او بيعمل كذا. لا، انت شوف الحاجه من الاول خالص، وشوف المسلسلات ديت، بكره لعمر طاهر، بكره لعبد الرحيم كمال، وشوف مسلسلات عبد الرحيم كمال وناصر عبد الرحمن، بعد كده واحد